السلام عليكم. تعالوا النهارده بقى نعملها بطريقة مختلفة ما فيهاش أي دهون. أول حاجة جبت حلة مية كده وحطيتها على النار، وأول ما غليت المية حطيت فيها معلقة ملح أملح المية كويس قوي. وبعدين جبت بقى كيس من المكرونة اللي هي البنة، هي مشهورة جدا بالنوع ده، ممكن أي نوع تاني، حوالي 400 جرام كده، وهسيبه بقى حوالي 3 4 دقايق. وأول ما تغلي بالمنظر ده هقلبها تقلبتين تلاتة، واسيبها بقى حوالي 5 6 دقايق. أنا مش عايزاها تستوي تماما، يعني أنا عايزاها تبقى 3 أرباع سوا كده. وبعد كده بقى هشيلها في بولة، والمية دي يا جماعة مش هرميها، مية سليق المكرونة هقول لكم هنعمل بيها ايه. وبعد كده بقى هنعمل اللحمة المفرومة. هجيب واق واسخنه كويس قوي على النار، وبعد كده هحط على طول اللحمة المفرومة من غير اي دهون، لا سمنة ولا زيت ولا زبدة ولا اي حاجة. واول ما ياخد صدمة كده هبدأ اقلب فيه. يعني مش هقلب اللحمة اول ما احطها في الواق يا جماعة، عشان ما تنزلش المية اللي فيها، انا عايزاها تحتفظ بالعصارة اللي جواها كده وتبقى جوسي من جوه. بعد كده بقى هجيب بصلتين واقطعهم اي تقطيع يا جماعة. ما تقلقوش، كل البصل ده تقريبا هيختفي لما تستوي اللحمة. بعد كده بقى هحط التوابل اللي هي معلقة فلفل، ونص معلقة كمون، الكمون حلو قوي للهضم يا جماعة، ومعلقة ملح. واللحمة المفرومة دي وزنها نص كيلو، طبعا أنا مش هاخد النص كيلو كله، أنا هاخد نصه، يعني هيبقى بربع كيلو لحمة بس. بعد كده بقى عشان أطعمها دايما بحط طماطم، يعني حوالي نص كوباية طماطم معصورة، طبعا لازم أصفيها كويس قوي. واحنا لسه شغالين على نار عالية هقلب برضو تقلبتين تلاتة. وبعد كده بقى هغطي عليها وهدي النار خالص واسيبها تستوي حوالي ربع ساعة تلت ساعة. ويلا بقى نعمل البشاميل اللي مفيش أخف ولا أحلى منه. جبت لتر حليب وحطيت فيه 3 معالق كبار من الدقيق، وقلبت الدقيق ده كويس قوي كله على البارد. اوعوا شغلوا النار دلوقتي يا جماعة، وإلا الدقيق هيكلكع معاكم. دي طريقة مختلفة للمكرونة بالبشاميل، طريقة خفيفة كده من غير أي دهون. والمرة الجاية إن شاء الله هعمل لكم الطريقة الأساسية اللي هي بدهون، يعني علشان تختاروا ما بين دي ولا دي، اللي يريحكم واللي يعجبكم واللي يكون خفيف عليكم كده، وخصوصا واحنا في رمضان كل سنة وانتم طيبين، مش عايزين حاجات دسمة كتير. وهحط معلقة ملح صغيرة، وبعدين بقى رشة كده من جوز الطيب، ويا سلام لو فريش تدي ريحة وطعم يجننوا، رشة خفيفة كده. ومعلقة فلفل أسود، وهشغل بقى النار وهقعد أقلب كويس قوي، النار تكون فوق المتوسطة. وبعد كده بقى علشان اطعمها برضو اخليها غنية كده، فجبت 3 مكعبات اللي هي الجبنة المشهورة دي، او ممكن المثلثات مفيش مشكلة، او معلقتين جبنة كريمي. وهجيب بقى كوباية من المية بتاعت سليق المكرونة اللي انا قلت لكم شيلوها على جنب، وهحطها برضو. ونص كوباية من عصير الطماطم المتصفي كويس يا جماعة. واقعد اقلب بقى كويس قوي لحد ما احس ان هي خلاص تقلت شويه كده. هشيل نص البشاميل ده على جنب، هقول لكم هنعمل بيه ايه، واسيب النص الاولاني كده عشان احط فيه المكرونه. بس يا ريت ما تنسوش تشتركوا في قناتي لو لسه ما اشتركتوش، ولو اول مره بتشوفوني انا اسماء بحيري، يا ريت بعد ما تشتركوا بقى تفعلوا زر الجرس علشان اي وصفه جديده ان شاء الله انزلها يجيلكم اشعار بيها، وما تنسوش اللايك. هحط بقى المكرونه، وطبعا هي لسه سخنه شويه فهتحسوا ان هي يعني متفرتكه، اوعوا تشطفوها تحت الميه عشان انا محتاجه النشا اللي فيها. هقلبها كويس قوي، واجيب بقى اي صينيه عندكم، بايركس بقى، تيفال، اي حاجه، واحط فيها كبشتين 3 من البشاميل، وارص المكرونه بقى. على فكره انا بشوف ناس بترص المكرونه واحده واحده، ده فاضه بقى ولا ايه ان شاء الله. المهم يعني حطيت بقى اللحمه المفرومه في النص. عايزه اقول لكم اللحمه المفرومه دي فعلا ربع كيلو بالظبط، يعني حاجه اقتصاديه وخفيفه، مفيش بعد كده. الربع كيلو التاني هنعمله في حاجه تانية ان شاء الله. وهحط بقى بقيه المكرونه من فوق، وبعد كده هدوس عليها كويس قوي بالمعلقه، واحط بقى البشاميل من فوق. خلي بالكم من البشاميل عشان سخن، هو خفيف شويه شويه وهيتقل ان شاء الله. بعد كده بقى انا ما ينفعش يعني ادخل الصينيه الا لما احط شويه جبن كده، يعني معلقتين جبنه موتزاريلا على معلقتين تشيدر، او معلقتين جبنه رومي، طبعا اي حاجه عندكم، بس على الوش كده تحمرها وتخلي شكلها حلو. بعد كده بقى هدخلها الفرن، هتقعد حوالي نص ساعه. لو الوش لسه محمرش ممكن تشغلوا الشوايه عليها من فوق كده حوالي دقيقتين لحد ما يطلع بالجمال ده. لسه طالعه حالا، شايفين؟ احلى والذ واوفر كمان مكرونه بشاميل اللي ممكن تعملوها، موفره جدا ما فيهاش اي دهون، واللحمه فيها قليله جدا، يعني حاجه كده حلوه قوي وخصوصا في رمضان. والمره الجايه زي ما وعدتكم هعملها لكم بالطريقه العاديه الدسمه بقى اللي فيها دهون وكل حاجه انتوا عايزينها. وللاسف كان نفسي اقطعها لكم، بس لسه الاذان ما اذنش بتاع المغرب بصراحه، وانا عاملاها على الفطار النهارده. ايه رايكم فيها؟ نفسي اسمع تعليقاتكم. وكمان ما تنسوش اللايك وتشيروها بقى لكل حبايبكم عشان يعملوها ان شاء الله في رمضان كده ويتهنوا بيها. يا رب تكون عجبتكم، والف الف هنا وشفا على قلوبكم، والسلام عليكم.